بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أصحابي، ازيكم؟ جمعة مباركة عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بسلام وبصحة وبعافية يا رب. اللهم صل وسلم. ونبدأ فيديونا بالصلاة على النبي وعلى حبيبنا شفيعنا سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هنعمل كبسة بالأرز البسمتي باللحمة الضاني على الطريقة المصرية، مش على طريقة السعودية، عشان عيالي بيقولوا لي يا ماما دي مش طريقة السعودية، دي مش طريقة المملكة العربية السعودية يا ماما. اقول لهم طب واحنا هنجيب مصر زيها؟ احنا مش هنعرف نعمل زي بتاعة ايه السعودية، وان مصر ام الدنيا. عليه ايه؟ اللهم صل وعليك يا شفيع يا سيد الخلق اجمعين. يلا نبدأ. انا جيت من شغلي لقيت الحوض لا يسر عدو ولا حبيب، المطبخ عامة. فجيت قلت اما ابدأ الاول احط الحاجة ونغسل المواعين سوا وندردش سوا شوية. بحب ادردش مع متابعيني حبايبي اصحابي. دلوقتي حطيت الحلة على النار. حطيت فيها معلقتين سمنة كبيرة وحتة زبدة صفرة كده، وشوية زيت. حطيت معلقتين، في حدود معلقتين كده برضك. وهنعمل ايه الاول؟ هنبدأ باللحمة الضاني. عشان ايه؟ نشوحها الاول عشان نضيع الريحة بتاعتها. انا ولادي مش بيحبوا اللحمة الضاني قوي، ملناش في اللحمة الضاني قد كده، وبالذات في ريحتها كمان. ف هتقولوا في حد يا هبه ما بيحبش اللحمة الضاني؟ سبحان الله بقى. مقطعاها قطع كده صغيرة مش كبيرة قوي علشان تطيب بسرعة. وهحط لها فصين توم كبار او 5 فصوص تقريبا. انا حطيت 5 فصوص كبار، حطيتها كده في الزبدة واشوحها شوية في الزبدة، وهتشوفوا هنحط ايه عليها دلوقتي. مش عايزة احرق لكم الفيديو. نقلبها كل شويه كده بدل ما احط المعلقه وكده. بقوم بقى ايه، عاملاها بالحله كده وخلاص، لان هي طبعا فيه زبده في الحله وفيه سمنه. ده ورق لورا حطيته عشان ياخد نكهتها يعني. وهحط دلوقتي حبهان. انا حطيت حبهان حب، مع اني انا المفروض ما كنتش حطيته عشان الرز، بس حطيت برضك رشه كده مطحونه من الحبهان، ورشه برضك مطحونه من جوز الطيب، ورشه فلفل اسود، ورشه جنزبيل بسيطه، حاجه بسيطه يعني. ايه، قولي تلطفي على المعلقه كده، ما يجيش ربع معلقه. الحاجات ديت انا عملتها ليه كده؟ علشان تضيع ريحه اللحمه الضاني، عشان ولادي ما يكتشفوش ان هي لحمه ضاني اساسا، ولو انهم هيكتشفوها برضك اكتشفوها فعلا، علشان هي كانت فيها عظم كده. خلي بالكم انا ما حطيتش ملح، انا ما بحطش ملح لغايه دلوقتي الا خالص من حاجه ايه، اللحمه بتطيب. وتعالوا بقى هنقوم مشوحينها شويه كده، ونحط عليها البصله. خرطت عليها بصلتين تقريبا وسط. خرطت عليها بصلتين وسط ونص جزرايه ونص كوسايه. ولو ان انا ما حبيتش الكوسه فيها على فكره، يعني الافضل ما تحطوش كوسه. انا مش احبش اشكر في حاجتي واشكر في نفسي، لا انا زيكم وبتعلم واتمنى انكم تعلموني وتقولوا لي برضك اللي انا بعمله ده صح ولا ايه. انا بحب اصور معاكم واشارككم معايا يا اصحابي، على ان انتوا عارفين برضك ومش كده يعني. احنا كلنا برضك بنتعلم وبنعرف مع بعضنا. دلوقتي انا بخرط البصلايه، مش هخرطها قطع صغنطه، انا هخرطها كبيره عشان ايه، في لو كده في الرز ابقى اشيلها يعني. هي تعتبر كبسة باللحمة الضاني. دلوقتي انا شوحتها كويس وحطيت عليها مية مغلية
عشان تستوي فيها. انا مرضتش اعمل اوريكم المده اللي انا شوحتها فيها علشان الفيديو بيطول معايا، وانا بحاول ان انا اقصر فيها على قد ما اقدر، عشان كل اصحابي وحبايبي كلهم يشوفوه يا رب. ويا رب كده تبقى جمعه مباركه علينا جميعا، وتكونوا بخير دايما يا رب وسعداء، ونصلي على الحبيب قلبنا يطيب يا رب. ونغطيها بقى وتعالوا نشوف ايه اللي في الحوض عندنا، ونشطب الحوض بتاعنا على ما اللحمه تطيب براحتها وتاخد وقتها. جيت لقيت المواعين في الحوض، انا مش عارفه بيجيبوا المواعين دي منين، تهيألي بيطلعوها نضيفه ويحطوها في الحوض، مش عارفه ليه. اجي انا بقى يا دوب انا بقول لهم انتوا مش لاقيين صرفه لايد ماما ولا للميه ولا للصابون، واحس ان المواعين نضيفه اصلا وانا بدعك ما فيهاش حاجه. صلوا وسلم على سيدنا محمد مع بعضنا كده، وصلى على حبيبنا شفيعنا سيد الخلق اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين عليه الصلاه والسلام. عاملين ايه بقى في المدارس ويوم المدارس والدروس بدأت والمدارس بدأت، وهنجيب الكتب، والكتب اسعارها ما شاء الله رفعة. المدارس هتبدأ في شهر 9، المدارس اتأجلت اساسا كمان يا حبيبي، المدارس هتتأجل كمان شوية عشان الكورونا الجديدة اللي جاية دي بيقولوا. وربنا يشفينا يا رب ويحفظنا ويحفظ ولادنا جميعا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ايوه خلصي الصابون يا هبه، يلا يلا معلش يا جماعه، ربنا يخلي لنا اولادنا جميعا يا رب ويبارك لنا فيهم. دلوقتي هنغسل شويه المواعين اللي في الحوض دول. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. ما رضيتش اسمعكم صوت المواعين واصوات الدب والزعق والحاجات دي كلها عماله تتكسر وتقع مني، وحاجات غريبه بتحصل في المواعين، لان الحوضين الاتنين مليانين. انا عندي حوضين الاتنين جنب بعض كده مليانين، حتى مش باينين في الكاميرا قد كده. بغسل الحوض عشان ابص عليه. جبت ستاند يا جماعه عشان اعرف اصور بيه، والاخر الستاند مش بيبين برضك اللي انا ايه عايزه ابينه لكم، يعني مش عارفه اوضح الامر بيه. واقف هو الستاند من هو الخشبي كده واقف، ولا بيميل شمال ولا يمين، فانا مش عارفه ان انا ايه اميله ابين الحاجه قوي يعني. هنخلص المواعين مع بعضنا ونروح نشوف اللحمه طابت ولا لسه، علشان نحط عليها الرز البسمتي بتاعنا ونغديهم بقى. ده كله قبل الغدا، يعني ده كله بعمله قبل الغدا، والماتش ده كله هيتحصل بعد الغدا كمان. انا عارفه ان الماتش ده كله هيحصل بعد الغدا، ماتش غسيل مواعين اول ما نيجي، ماتش غسيل مواعين بعد ما ناكل، والصبح برضك مش عارفه بيجي منين المواعين. مين بقى ما بيحبش غسيل المواعين شكلي؟ عشان كده جبت غساله وركنتها الاخر، مش بستعملها قد كده. نغسل بقى السيراميك بتاع الحوض. عارفين لو كانت ايد واحده اللي بتشتغل في المنزل ما شاء الله كله بيرتب وكده،
انما بقى كذا ايد تشيل وتحط ومفيش ومش متعودين ان هم يعملوا لنفسهم اي حاجه ولا يغسلوا لنفسهم كوبايه، ده بقى اللي بيتعب الواحده اكتر. ولازم الواحده تقوم وتشتغل وتعمل عشان ايه، تنتج نفسها وتخلي حاجتها نظيفه. النظافه اهم حاجه في كل حاجه. ان لو سبت حاجه مكركبه او حاجه مش كويسه بتلم حشرات وبتلم حاجات ملهاش لازمه في البيت. فلازم الواحده تحافظ على بيتها علشان يبقى نظيف وعشان ما فيهوش حاجه، وعليكي بالتسييق وبالتنظيف وبكله علشان وترشي بيتك على طول. خلي كل اسبوع يوم في الاسبوع كده ترويق وتنظيف جامد، تنظيف من العميق العميق جدا يعني، وتشيلي وتهبدي وتنضفي وتعملي غير اللي بتعمليه كل يوم. يعني اللي بتعمليه كل يوم ده هنكره بسيطه كده، لا انت تقومي عامله يوم في الاسبوع ليكي او يومين في الاسبوع بالظبط لو انت قاعده ست بيت، وتنضفي بقى البيت من فوق لتحت كده هو، وتشيلي وتنضفي وتفرشي، وتحطي لو في شمس عندك تحطي حاجتك في الشمس شويه، وترشي. اهم حاجه الرش برضك، ترشي بودره، ترشي رش من بتاع اللي هو الصراصير وبتاع الحاجات دي عشان ما ينمكيش حشرات في البيت. ده اهم حاجه. ساعه ما تخلصي تنظيف وتسييق والكلام ده كله اهم حاجه الرش. خصوصا لو ايه، لو الواحده قاعده في الدور اللي مش عالي ده كده شكلي بتعمل الحاجه دي. صلوا وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على حبيب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والدرجه العليه ورفيعه، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربي وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا يا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. خلصنا المواعين. معلش يا جماعه المواعين طولت شويه من ان هي كتيره، ده انا كمان قصرت فيها شويه كتير كمان. يلا نشوف بقى الكبسه بتاعتنا. خلصي يا هبه بقى، حد بيتنمر على نفسه كده يا جماعه. يلا. هي اللحمه هنشوفها طابت ولا ايه لسه. يا رب تكون طابت عشان احط بقى الرز. انا على فكره نقع الرز بقاله من قبل ما اغسل المواعين، نقع الرز البسمتي غسلته كذا مره ونقعته. ممكن لو في كده، لو عليها من ميه كده اغسله كمان، مش عارفه لسه. تقريبا انا نقعاه وغسلاه ونقعاه. طلعت نقعاه اهون. هقوم اللحمه كده طابت، هقوم حاطه الرز فيها، الرز البسمتي هصفيه واقوم حاطاه بقى، حاطاه في الحله على اللحمه على طول في الشوربه بتاعتها. لو الشوربه زياده عن الرز هنقصه، عشان ما بحبش احط الرز البسمتي بالذات او اي رز عامه، ما بحبش احط له شوربه زياده عن مقداره. يعني يا دوب الشوربه تغطي الرز بحاجه بسيطه بقراط كده من صبع ايدك. بحط الملح بقى، بظبط ملحي. انا حطيت زعفران على اللحمه على فكره. انا ما عنديش اصلا توابل كبسه، فانا حطيت التوابل اللي عندي كلها، وحطيت مرقه دجاج اللحمه، وحطيت معلقه زعفران. لونه جميل، لون الزعفران ده بصراحه بيودي الرز في حته تانية. طعمه خطير بصراحه، مش بيعمل زي الكركم كده له نكهه، لا. ما بيبانش في الاكل قد كده. الرز كان بدأ يغلي اشوفه كده. عفوا حبايبي اصحابي ما سامحوني بقى، اعذروني. الرز بدأ يطيب على فكره. مريوم عاوزه تدوق.
قاعدين مستنيين، بيجوا من الدروس ايه زي الصايعين من الجوع. ده بالليل المواعين بيتعتني ولا ايه تقريبا كده. شكله كده بيتعتني. صلوا وسلم على حبيبنا شفيعنا سيد الخلق اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اعملوا لي اعجاب، عاوزين نوصل الفيديو ده لاكبر اعجاب. اعذروني، وانا نفسي تتابعوني ونفسي توصلوني وتقولوا لاصحابكم ولاحبابكم واللي تعرفوه واللي ما تعرفوش، لو حتى بتضحكوا عليا مش اشكال يعني. انا مساموحه جدا يعني. انا ضحكيه جدا، بحب الضحك وبحب ومسامحه على طول، وما شاء الله يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما بشيلش في قلبي من حد ولا بزعل من حد. الحمد لله رب العالمين، بيبقى وقتها وانتهينا. والدي رباني على كده الله يرحمه. والدي عرفني قال لي كده، قال لي الحاجه وقتها وبس، الحاجه يومها وبس، مش اشيل واقعد واملى نفسي واشحن نفسي وربنا يغضب عني. لا، انا احاول ان انا لساني عامر بذكر ربنا، احاول ان انا ما اشيلش من اي بني ادم فتره طويله. الحاجه وقتها تاخد وقتها معايا، ارجع اصفى من جوايا للانسان ده، اتكلم معاه تاني. مفيش اي حاجه، حتى لو كان بني ادم عاوز يعرف اخبارك، عاوز يعرف اسرارك، اللي انت عاوزه توصليه هتوصليه بمزاجك وبارادتك. محدش بيغصبك على حاجه، ولا حد بيغصبك على انك تتعاملي مع العالم ازاي. دي حاجة بينك وبين ربك، تتعاملي مع الناس بسماحة نية، بسماحة ضمير، بسماحة أخلاق، بحاجات جميلة جدا في الإنسان. ربنا يا رب يكون فينا الصفات ديت. مش بشكر في نفسي والله ولا أي حاجة، بس أنا بتمنى إن أكون كده. أنا الحمد لله ما بشيلش حاجة من حد، وأعوذ بالله من كلمة أنا. بس انا نفسي يعني نفسي الانسان يتن لسانه عامر بذكر ربنا. آية الكرسي دي ما تفارقش لسانه دايما، وقولوا لاولادكم وقولوا لقرايبكم وقولوا لكل الناس. آية الكرسي دي ما تفارقش لسانكم ابدا. بابا الله يرحمه هو على اخر كلمة يقولها آية الكرسي، اهم حاجة آية الكرسي، اوعوا تنسوها واوعوا تبطلوها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وآية الكرسي دي ربنا بينزل عدد حروفها جنود تحمي الإنسان وتحمي ولادكم وهم ماشيين في طريقهم، وهم ماشيين في دروسهم، وهم ماشيين في شغلهم، وهم ماشيين في حياتهم. ربنا يكفينا كلنا جميعا شر طريقنا وشر قدرنا يا رب العالمين، وشر العين وشر الناس يا رب العالمين. واحملنا أولادنا واحفظهم وأنت خير الحافظين. اللهم امين. وجمعه مباركه علينا جميعا يا رب العالمين. معلش بقى انا طولت معاكم في الفيديو ده في الكلام، علشان انا مش عارفه المواعين دي بتتعاد تاني ليه. مش عارفه ابني وهو قاعد يعمل لي سابني انا اعمل المونتاج النبادي، وانا مش عارفه قوي قد كده. يلا يا هبه بقى خلصي المواعين بتاعتك دي، انت هتقعدي تغسلي لنا كتير كده. صلوا وسلم معايا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. عاوزين نشوف بقى رز الكبسه يا هبه بتاعتك. يلا يلا يا حاجه، خلاص كفايه نضافه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا معايا على حبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين. صلى على سيدنا محمد، صلى على الحبيب قلبه يطيب، صلى على الحبيب يشفع لنا يوم الدين.
صلى على الحبيب يغفر لنا ذنوبنا بفضل الله علينا، وعلى ربنا يغفر لنا ذنوبنا بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. نتبع خطوات وأخلاق سيدنا محمد، ويا رب ارزقنا بأخلاق سيدنا محمد، وارزق أولادنا بأخلاق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شوفوا، أنا عايزة أعمل لكم فيديوهات متنوعة علشان ربنا يكرمني معاكم كده دايما، وربنا يرزقني بمتابعين جمال كده زيكم يا رب دايما. يلا بقى نشوف الرز الكبسة معانا بتاعتنا استوت ولا لسه. يلا تعالوا نشوف الرز استوى ولا ايه، الكبسة بتاعتنا استوت ولا لسه. احنا بنشوف اللحمة لسه. كنت متأكدة ان احنا عملنا اللحمة شفناها استوت، وانا كنا ده كله بنغسل المواعين عشان اللحمة تستوي، على ما اللحمة تستوي. فاللحمة استوت، وهنغرف بقى نعمل الرز الكبسة نحطها عليها. ما تكتبيش ليه؟ واستوت وغرفناها. وتعالوا نشوف اكلنا. خلاص يا ماما بقى. بألف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب. انت بتصور؟